ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا هنعمل كشري مصري. معانا نص كيلو طماطم، نص كيلو رز، 2 بصله كبار، ربع كيلو عدس بجبه، معانا نص كيلو طماطم نشا واقول لكم ليه، ومعانا معلقه ثوم وشعريه. هنا احنا النشا هنا انا بحطه هنا على البصل اول حاجه علشان بيدي قرمشه جميله قوي، وبفضل اقلب فيه كده قبل ما احمره. النشا مع البصل كده حلو قوي، بدمجه معاه حلو قوي. وبعد كده الزيت يتقدح ونحط البصل. مش عايزه اقول لكم القرمشه اللي بتبقى فيه زي المحلات بالظبط. ويلا بينا نبتدي. البصل اهوت والزيت اتقدح شويه، وبنكتر الزيت شويه عشان هنستخدمه في كل حاجه هنا، في الرز وفي الدمعه. اول ما يتحمر نشوف هنعمل ايه. بصوا ما شاء الله طلعت البصل. بصوا ما شاء الله البصل مقرقش ازاي، بصوا مش دبلان ولا حاجه. الزيت طبعا اللي استخدمناه مع البصل طبعا هنعمله مع الرز ونعمله مع الصلصه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بنعمل العدس بجبه. هنا الميه غليت وحطينا العدس، غسلناه حلو وحطيناه. وبعد كده احط ملح وكمون ونسيبه بقى لغايه ما يستوي. بس هنعمله نص سوا، يعني مش بنسويه على الاخر عشان هو بيكمل سوا مع الرز. هنا طلعنا العدس اهوت نص سوا، ونسيبها تتصفى ونخليها على جنب. معلش يا حبايبي انا نسيت اقول لكم على المكرونه. هنا انا غليت الميه وحطيت ملح وعملت عندي تشكيله مكرونه حطيتها. ممكن مكرونه يعني اي نوع انت عندك، مقصوصه، صغيره بتاع تحمير، اي حاجه عندك حطيها يعني من تشكيله المكرونه. لو عندك نوع واحد عادي مش مشكله. اخدنا الزيت اللي هو من بتاع البصل وحطينا هنا ثوم. هنا هيبتدي يصفر، اروح حاطه فلفل حراق. طبعا اللي مش عايز فلفل حراق عادي يعني ممكن يحط فلفل رومي كده برضه بيدي طعم. هنا لغايه ما تاخد غلوتين، ونحط بقى الملح والفلفل والكمون. احنا هنا هنعمل الرز. بنحمر الشعريه الاول في الزيت اللي هو بتاع البصل. نحمر الشعر الاول، الشعريه اتحمرت نروح حاطين الرز. نقلب كده الشعريه مع الرز. لازم بنعمل الشعريه وبالرز كده لازم ياخد تشويحه شويه مع الزيت. ما نحطش الميه على طول. نسقينا الميه اهو. بعد كده اول ما يغلي ويتشرب الميه نوطي عليه. بعد كده نحط العدس كده. هنا بعد الرز ما تشرب بنحط العدس. بسم الله الرحمن الرحيم. واهم حاجه ما تنسوش الكمون. الكمون بيدي طعم وريحه حلوه قوي. هنا خلاص قلبنا كله هيتشرب بقى، خلاص اتشرب اهو خلاص. بس نحط الدقه.